يا عبرة المؤمنين ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجئ إلى حصنكم، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما عظيما إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لزيارة الحسين عليه السلام في الدنيا والفوز بشفاعته في الآخرة ببركة محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال إمامنا الحسين سلام الله تعالى عليه: ألا وأن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستكثروا بالفتن. هذا المقطع من خطبة الحسين سلام الله تعالى عليه. حقيقة عندما نريد أن نتحدث عن المولى أبي عبد الله سلام الله عليه يبقى المتحدث متحير من أين يبدأ وفي أين يقف وفي أين ينتهي، لأن كل حياة الحسين سلام الله عليه وكل حركات الحسين وكل سكنات الحسين هي عبر ومواعظ ودروس. فلذلك نحن الآن عندما نحيي هذه المجالس المباركة مجالس المولى اليوم، عندما ننظر نجد بأن أغلب بقاع الكرة الأرضية فيها ذكر للحسين عليه السلام، وفيها راية للحسين، وفيها شعار للحسين، وفيها مجلس للحسين سلام الله عليه. نحن عندما نحيي هذه المجالس لا نريد أن نحيي دم الحسين ولا نريد أن نحيي لحم الحسين، لا، إنما نحيي فكر الحسين سلام الله عليه، ونحيي مبادئ الحسين، ونحيي أهداف الحسين بأبي وأمي أبا عبد الله. فالحسين سلام الله عليه بقي عائشا وسيبقى إلى قيام الساعة، لأن الحسين ليس جسد، الحسين مبدأ، الحسين كرامة. والشاعر يخاطب الحسين سلام الله عليه يقول: شممت ثراك فهب النسيم، نسيم الكرامة من ذلك. الحسين سلام الله عليه، والكلام عن الحسين هو كلام عن الكرامة، عن المبدأ، عن القوة. هذا المقطع أخواني الذي افتتحنا به هذا المجلس المبارك هو جزء من خطبة الحسين سلام الله عليه التي خطبها عندما التقى بجيش الحر. الحسين سلام الله عليه كان عندما يلتقي بجيش، يلتقي بمجموعة، يلتقي بفرد، تكون للحسين كلمات، تكون للحسين خطبة. ليش؟ يريد أن يبين الحركة والثورة والنهضة الحسينية من خلال هذه الكلمات. طبعا الخطبة، خطبة الحسين سلام الله عليه في جيش الحر، بين الأهداف السياسية وبين الوضع المعيشي للمجتمع وبين كل الملابسات والتداعيات التي تعيشها الأمة في تلك الفترة، وبين الجانب الشرعي والجانب التكليفي للفرد المسلم عندما يرى منكر وعندما لا يرى معروف. ليش؟ لأننا عندما نرجع إلى السيرة النبوية وإلى سيرة أهل البيت هنالك نتيجة، وهو أرادها النبي الأكرم وأرادها الإسلام، وآل البيت أرادوا من الفرد المسلم أن يكون مغيرا، أن يكون مطالبا بالتغيير. شلون يعني؟ شلون أنا أغير؟ يعني عندما نرى منكر أن نسعى لتغييره،
بأيدينا أو بلساننا أو بقلبنا، كما ورد في الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. طبعا هذا الحديث اليوم أنا بأخذ عليه قبل لا أجي. الحديث مذكور في صحيح مسلم ومذكور في جامع أحاديث الشيعة للبروجيت، يعني يذكر في الفريقين، في السنة والشيعة. بعض يقول شنو يعني أنا إذا منكر وما أقدر أغيره بيدي وما أقدر أغيره بلساني، لماذا أستنكر هذا المنكر في قلبي؟ المعصوم يقول: حتى لا يكون المنكر معروفا ويبقى المنكر منكرا. أحد طلبة الحوزة يسأل السيد الشهيد محمد صادق الصدر رضوان الله عليه. طبعا عشت فترة السيد، شوف طريقة الأمر بالمعروف وقوة الأمر بالمعروف. يعني كانت كوستر أو تاكسي أو 14 راكب مرسيدس، تشوف السائق يشغل أغاني، يقول واحد كذا الأغاني حرام. هسه ما يتأثر بكلامي وما أقدر أفرض عليه أمري. الشيخ هذا طالب الحوزة يسأل السيد، يقول: ما هي الجدوى وما هي المنفعة من كلامي إذا كان المقابل هو ما يتأثر من لا شغل أغاني وشغل رسمنا ما عنده سلطة عليه. يقول: الغاية هو حتى لا يظنوا بأن المنكر أصبح معروفا والمعروف أصبح منكر، حتى يعلم صحيح ويستمع للغناء، حتى أنا يقول له هذا الغناء حرام وأنت مأثوم، حتى لا يتبادر إلى جهنم. يقول له لا، ترى هذا حلال وهذا جائز. فعندما يأمر الإنسان المسلم بالمعروف حتى وإن لم يكن مؤثرا، حتى وإن لم يكن مغيرا، حتى لا يظن أهل المنكر بأنهم على حق، لأنه عندما سكت أصحاب الحق ظنوا أهل الباطل بأنهم ماذا؟ على حق. فالنبي محمد صلى الله عليه وآله يريد من المسلم ومن الفرد أن يكون ساعيا للتغيير حتى يصل إلى نتيجة، لأن المسلم إذا ترك وتخلى عن مسؤولياته، الحسين يذبح ماكو أحد يستنكر، الحسين يرفع صدره بحوافر الخيول ماكو أحد يستنكر. رواية حديث مضمونها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من بات ولم يهتم لأمور المسلمين فليس منه. اليوم احنا جاي نشوف أشلاء المسلمين في الشوارع، الدماء تسفك، الأعراف تنتهك. هاي غزة، فلسطين، غيرها، حتى وإن كنا نختلف معهم في المذهب. هاي جمل، الطائرات تقصف، ماكو أحد من الحكام العرب يستنكر. ليش؟ بس الحاكم يخاف على الكرسي، الشعب ليش ساكت؟ المسلم ليش ساكت؟ بس آخر شيء ارفع ايدك بالدعاء. أنا على مستوى دعاء يطلع لك رجل دين سلفي يقول: لا يجوز الدعاء إلى غزة. سبحان الله، لا يجوز الدعاء إلى غزة. زين هذا لا يخالف مسلم وإسرائيلي ويوين ما. فبالتالي الأمة عندما تخلت عن مسؤولياتها وصل ما وصل بنا الحال في هذه الفترة. اليوم المسلم يقتل والأعراف تنتهك وماكو أحد يستنكر. عندما نرجع إلى هذه الكلمات، كلمات المولى سلام الله تعالى عليه، كلمات الحسين سلام الله عليه، عندما يقول: وأن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان، إشارة لمن؟ إلى معاوية وإلى يزيد وإلى بني أمية، باعتبار إذا لزموا طاعة الشيطان بعد أكو طاعة الرحمن لو لا؟ ما يمكن أن أجمع ما بين طاعة الرحمن وطاعة الشيطان. إذا أصبح الإنسان في طاعة الشيطان بالتالي يترك طاعة الرحمن، لأن الله لا يطاع من حيث يعصى. مو الشاعر يعبر يقول: كمطعمة العيال من كد فرجها لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي. بما إنه أنا أكون في معصية وفي طاعة الشيطان، يكون طاعة الرحمن بعيدة. فبالتالي شنو النتيجة؟ عندما يكون الحاكم ويكون الدولة والرئيس ضمن طاعة الشيطان، ماذا يفعل؟ أولا أظهر الفساد، نتيجة طبيعية. عندما يكون الإنسان تحت طاعة الشيطان، شنو العبادات والفساد. ثانيا عطلوا الحدود. ليش عطلوا الحدود؟ لأن عندما يمارس المعصية، المعصية عليها حد. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. وآل محمد.
فإناء الحاكم عندما يظهر الفساد، اخواني الفساد عليه حدود واحكام شرعيه، فش يحتاج حتى يضمن سلامته، يضمن ممارسته للفساد، فيعطل الحدود بعد. واستأثروا بالفيء. الفيء هو الاموال العامه، يعني او الموازنه الحكوميه تسمى بالفيء، الاموال العامه. عندما ناتي الى الفساد والى اظهار الفساد، الفساد اخواني نوعين كما ورد في الحديث، يقول اذا اعلنت امه من الامم فسوقها ابتلاها الله بداء لم يكن في اسلافها. الداء يعني المرض، لان ظاهر الفساد نوعين، فساد معلن وفساد مخفي. هسه البعض يمارس المعصيه مثلا، يمارس الموبقات ولكن بالخفاء ما يعلن، عند حياة من المجتمع. لكن البعض الآخر يمارس المعصية علنا ويتفاخر بهذه المعصية، يتفاخر بأنه منحرف، ويتفاخر بأنه ماذا؟ على طريق الفساد والانحراف. الفساد في السابق كان له معنى واحد. اليوم عندما نقول بأن فلان فاسد ايش تصور؟ نتصور بأنه الجانب الجسدي، الجانب الجنسي، ولكن لا، الفساد هو في كل مفاصل الحياة. الإنسان الغير مسيطر على عياله، رب الأسرة، يكون فاسد. العامل الذي لا يعمل بجد وإخلاص يسمى فاسد. الطبيب الذي يتفق مع المختبر والصيدلية من أجل ابتزاز المريض يعتبر فاسد. الجندي الذي يتبرع بأموال ويأخذ رواتب وهو فضائي بالمصطلح يسمونه، هذا يعتبر فاسد، وهذه الأموال محرمة. اليوم كل فقهاء يقول هذا بهكذا تصرف، بهكذا فعل، هذا الراتب حرام. الذي يتقاضى مبالغ مالية من أجل إنجاز بعض المعاملات في دوائر الدولة، هذا فاسد. الأستاذ الذي لا يعطي الدرس بالشكل الصحيح كذلك فاسد. الزوجة التي تخون زوجها ولا تطيع زوجها فهي فاسدة. فتشوف محاور الفساد كثيرة، ومحاور الفساد إذا كانت في ظل الحكومة تترك أثر كبير على الرعية، على المجتمع. مثلا عندنا النائب في البرلمان الذي لا يصوت على القوانين التي تصف في مصلحة الشعب والمجتمع، هذا فاسد. وعندنا قوانين اخواني كثيرة، القوانين عندما رفضها البرلمان تركت اثر على المجتمع. انقذ قانون واحد ونقض قوانين كثيرة. طرح فيه قبل سنوات 5 6 سنوات 7 تقريبا قانون يسمى بالقانون الجعفري، طرح احد الكتب الشيعي المسلم. القانون الجعفري شنو؟ القانون الجعفري هو الانسان المسلم يتزوج ويطلق ويأخذ المواريث حسب فقه الامام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، وهذا حق دستوري وحق شرعي ايضا. هذا القانون موجود في السعوديه، المملكه السعوديه اللي وهابيه عندهم قانون يسمى بالقانون الجعفري، يعني من تيجي تتزوج تروح تحتكم الى القانون الجعفري. موجود في الكويت، موجود في لبنان، موجود في مصر، موجود في ايران، موجود في العراق. لكن لقى عبد الكريم قاسم في زمن السيد محسن حكيم لقاه وراجي يزور السيد، والسيد قال له ما افتح لك باب الا ترجع القانون. فهذا القانون عندما طرح في النواب في مجلس النواب الذي اسقط واجهض هذا القانون، هي اكبر كتله شيعيه واقوى كتله شيعيه كانت ولا زالت، ما اذكر هي اجهضت حتى لا يحسب هذا القانون لمن؟ نجاح لتلك القائمه او الكتب. النتيجه شنو اخواني؟ النتيجه اليوم احنا جاي نواجه بالمجتمع حاله كثيره وضخمه جدا، وهو كثره الطلاق في المجتمع العراقي. كثره الطلاق ليش؟ طبعا اكو اسباب عديده. اولا القانون الموجود هو قانون حنفي، والقانون الحنفي اخواني يعطي الحضانه، حضانه الابناء الى الام، الحضانه الى الام. في قانون الجعفري القانون الشيعي قانون علي بن ابي طالب يقول بان الحضانه الى الاب وليست الى الام. شنو الفرق؟ اعطيك مثال. اليوم اذا واحد طلق زوجته عنده 4 ابناء، الزوجه راحت لها طبعا، والزوج بكى
بقى بيته وعنده 4 جيران، شو يسوون بالجيران؟ يكون يطوفون ما يتحملون. لان الام عندها قابليه، منو من عندنا اليوم يقدر يقعد بالثنتين بالليل يسوي مملكه؟ ما يقدر، ما عنده قابليه. فشو الاب راح يتبهدل بابنائه، يقول حاير بيهم. الام وش راح يصير بها؟ راح تظل تبكي وتئن على ابنائها. فالاب راح يقدم تنازلات حتى يحل مشكله ابنائه، والام تقدم تنازلات في شيء من الطلاق، ينتهي لو ما ينتهي راح يقيم. بس احنا اذا المراه طلقت وانطيناها لأهلها، صح ولا لا؟ واخذنا فلوس من هذا المسكين وانطيناها للام للعلم، النفقه التي تؤخذ من الزوج المطلق، عندنا نفقه وعندنا او مو حرام، عندنا نفقه وحرانه، اي واحد، وعندنا مهر، المهر جائز ما في مشكله. النفقه والحضانه غير جائزه شرعا الا برضا الزوج. فبالتالي هذه من اخذنا زوجته وابنائه وانطاها نفقه، شنو المشكله راح تتولد؟ اولا هذه راح تبقى امراه بلا زواج، ما حد يتزوج مرأة عندها 3 4 جماعات. بالتالي ما راح تتمكن من تربيه الابناء، لان الابناء يحتاجون الى رجل يفرض سيطرته على ابنائه، صح ولا لا؟ الزوج ايش راح يصير؟ راح يتفرغ، بالتالي ما يفكر فيها، لان اليوم انا متفرغ لا ابناء ولا زوجه، فراح تجي ولا جديده بعد يفكر بالقديم ولا ما يفكر؟ اصلا انسان. فبالتالي صارت مشكله ولا لا؟ هاي نقطه. النقطه الثانيه، الطلاق الذي يحصل في المحاكم العراقيه ليس طلاقا شرعيا، باعتبار احنا في مدرسه آل بيت نشترط شروط في الزوجه، شروط في الزوج، شروط بالاشهاد شهود اثنين وفيهم شروط، وشروط في الصيغه. المحاكم ما تراعي هذه الشروط. فشوف اغلب القضاة اللي شويه يخاف من الله شو يقول له؟ يقول له اطلق لي دم السيد دم الشيخ تعال صافي. لانه نفس القاضي ما مقتنع بطلاقه، نفس القاضي ما مقتنع بعقد الزواج، لانه نفس القاضي هسه اليوم يتزوج ويطلق، من يريد هو يتزوج او يتزوج احد ابنائه يجيب له طالب خمسه يعتد، صح ولا لا؟ لو هو يعتد ما يعتد، يجيب له رجل دين يعتد، لانه يعلم بان الطلاق والزواج في المحاكم غير شرعي. فبالتالي هؤلاء عندما اظهروا الفساد، شوف هاي واحده من النتائج اليوم كثره المطلقات. لان حتى الباحث الموجود بالمحكمه المفروض يكون رجل واعي، رجل متدين، عنده دين، عنده ورع، عنده قدره على اصلاح الامر. اليوم انت تجي تكلم الباحثه تقول لك انت نطلب القاضي يقول لك كذا، انت عارف انت نطلب للقاضي يقول للقاضي كذا، ليش؟ حتى يفلش. اذا تحكي له هذا الكلام القاضي ما يقتنع. فتبدا بتلقين الزوج وتلقين الزوجه حتى تعجل عمليه الطلاق، علما باننا المفروض ماذا؟ نصلح بين هؤلاء، لان الطلاق مشكله كبيره، خصوصا اذا كان هنالك ابناء. فهؤلاء الذين لزموا طاعه الشيطان، النتيجه شنو؟ اظهروا الفساد. اليوم اكو فساد دوله على مؤسسات الدوله، تبدا من الدفاع وانت نازل، اكو فساد وفساد على قدم وساق. بعد وعطلوا الحدود وهي الاحكام الشرعيه الرادعه لسلوك الانسان الغير سوي. ولقد كان لكم في القصاص حياه يا اولي الالباب. يعني انت عندما تقيم الحد الانسان العاقل تعيش بسلام. ليش؟ لان اولا من امن العقاب اساء الادب، من يجري عقوبه صارمه بعد ما يرتكب معصيه، ما يرتكب جريمه يتجنن. لكن اذا ماكو عقوبه، انقذت حادثه في سجون العراق في دائره الاصلاح العراقي، رجل القي عليه القبض وهو يمتلك 2 طن من المخدرات. زين، طنين هواي، هو كيلو مخدرات ما البيت مشدد زين طنين. واعترف الرجل وجاءوا به الى السجون العراقيه. وفتره اطلق سراح هذا الرجل. قال ليش اطلق سراحه؟ قالوا ترى هذه مو مخدرات، احنا مشتبهين طلعت شيء. حادثه حقيقيه انا وقع عليها. اكو فساد؟ لا ماكو فساد. اذا ماكو تاجر يستقبل طنين شبه صار شو يسوي يعني؟ ما زين، تجي الى الاحكام معطله. مجرد الاحكام تكون على الفقراء، اما اصحاب السلطه اصحاب الاموال لا، هؤلاء ماذا؟ محصنين. بعد واستأثروا بالفيء. الفيء هي الاموال العامه للشعب، يعني خزينه الدوله. اليوم من الذي استأثر بهذه الاموال؟ هم الحكام واتباع الحكام واحزاب السلطه. اليوم تجي مثلا النائب الفلاني يستلم كذا مليون تحسين معيشي،
رئيس وزراء يستلم 60 أو 70 مليون مرتب شهري، عنده نفقة المكتب كذا مليون. هذه أموال ضخمة، علما بأن المجتمع العراقي يعيش حالة من الفقر. ولا أنت على أساس احنا لحد الآن مثلا مي ما عندنا، مي ما عندنا، مناطقنا ماكو، كهرباء ما عندنا، لا تقول لي اكو مطر واسحب، هذا ماكو مي. انا المفروض باي وقت اجي عندي مي. عندنا مناطق بالحسينيه لو ما عندهم مي صار لهم شهرين، اكثر من شهر وشهرين. صحيح اكو مناطق فيها مناطق ما فيها، ويطلع لنا واحد من وعاظ السلاطين يقول انا يوميا اسفل عندي المي صعد القاطن. هذا الكلام مو دقيق. لو يطلع لك مسؤول يرش مي يقول لا احنا صلحنا المي وشوفوا ما شاء الله المي طول، لان هذا الكلام مو دقيق. تعال شوفوا الناس ما عندهم مي، فبالتالي هؤلاء عندما استأثروا بالفي وعنده كاديلاك وعندما ما ادري عنده بعد ما يدري الخطيب. فالحسين سلام الله عليه عندما خرج وواجه هؤلاء الجيش، وهو كان يعلم بأن النتيجة الحتمية شنو؟ هي القتل والشهادة.